وانت بتحفر الموقع بتاعك لازم تخلي بالك ان حدود الحفر لازم تكون اكبر من حدود الموقع بمسافة ما تقلش عن 1.5 متر، علشان ما يحصلش عندك مشكلة زي اللي هوريها لك في الفيديو ده. الموقع ده انا استلمته محفور يا باشمهندسين، ولما جيت وقعت حدود الموقع بتاعي او حدود الفيلا بتاعتي اللي انا هبنيها، لقيت ان حدود الحفر اصغر من حدود الفيلا او ابعاد الفيلا. لو بصيتوا كده على سيخ الحديد ده اللي ملزوق عليه تيب، ده كده نهاية قطعتي في الحتة دي. فزي ما انتوا شايفين ان السيخ جاي في قلب الرملة، واضطريت ان انا اجيب لودر علشان احفر الموقع من جديد. مش بس كده، لو بصينا على الحد ده او النقطة التانية دي اللي هي عبارة عن السيخ ده، هتلاقوا ان برضو حدود الارض جاية بره الحفر بمسافة متر، وطبعا كل ده هيتحفر تاني. يعني لو بصيتوا كده هتلاقوا ان القطعة اللي هناك حدود الحفر بتاعها اكبر منها بحوالي من 1.5 متر ل2 متر، وده اللي انا قلتلكوا عليه في بداية الفيديو. لازم حدود الحفر بتاعتك تكون اكبر من حدود الموقع بمسافة ما تقلش عن 1.5 متر. كل ما تكون اكبر كل ما بيكون افضل. طيب ليه بقى؟ اول حاجة علشان تقدر تنزل خشبك وتشد القواعد العادية والمسلحة والحواضر الخرسانة براحتك من غير ما الردم يضايقك، وعلشان برضو لو التربة عندك رملية او طفلية وحصل فيها تهييل يعني وقعت ما تقعش جوه الموقع. واخيرا علشان تقدر تعمل الحيطة الخرسانة او الحيطة الطوب عندك بكل سهولة، وكمان تقدر تعزلها بكل سهولة. ولما الحفر يتعمل صح من اول مرة هتوفر على نفسك كتير، بدل ما ترجع تجيب لودر تاني وعربيات وتشيل الرمل او الحفر اللي انت حفرته.